السلام عليكم جميعا، كيف حالكم يا شباب؟ أنا أشتغل في توزيع البضائع المحلات. فيوم من الأيام مريت على صاحب محل، أول مرة أمر عليه. عرضت عليه بضاعة، يلزمك غراض كذا؟ قال والله ما يلزمني، لأنه بدي أسكر. ليش تسكر؟ قال والله أنا مشلول. فعلا هو مشلول، ولما فتحت الدكان فتحته حتى أساعد أخوي. قلت بلكي أساعده بالمصروف. هو زلمة مشلول وقاعد على فراش، فلما يفوت واحد يشتري يعطيه المصاري ويتناوش غرضه ويروح. بسبب الجلوس الطويل على الفراش صار معه تقرحات وتمزق بالجلد وركبوا له قسطرة بولية. المهم صارت معاه مشاكل كثير وتضاعف وتزاد وضعه سوءا. يعني حتى يساعد أخوه زاد المصروف العلاج والأمراض عليه. فقلت له خير إن شاء الله، الله ييسر أمورك. اشتريت منه كم غرض وتيسرت. الاسبوع اللي بعده كمان مريت عليه اطمن عليه، شلونك وضعك، بعت ما بعت؟ قال والله البارح اجوني شابين سوريين. طبعا الشاب هو سوري. قال اجوني شابين سوريين، قال خيو احنا نشتري منك اغراض. قال له تمام توكل على الله. باعتبار هو بده يسكر وبده يبيع، فيبيع الاغراض براس مالها. قال والله اشتروا اغراض، اشتروا تقريبا شي 300 400 دولار تقريبا. قال والله عبوا الاكياس، واحد اخذ الاغراض وراح وظل الثاني عندي. والله بعد ما ظل الثاني عنده قايل له خيو انا بدي اروح وبكره اجيب لك المصاري حق البضاعه. قال لا ما يصير. قال يا اخي احنا سوريين واحنا نعرف بعض. قال لا يا اخي انا ما اعرفك ولا شيء. قالوا يا اخي ما احنا بيتي هون بالحاره ورا الدكان. قالوا تمام روح شوفني بيتك. والله اخذوا ركبوا الشبع على الكرسي. والله ركبوا حطوا الشبع على الكرسي وراحوا فاتوا بالحاره. والله جاء قالوا هذا بيتنا. قايل له تمام. افتح له. قال والله زوجتي عند اهلها والمفاتيح عندها، انا ما عندي مفاتيح. قال له تمام اخي ما زالك جارنا وكذا، خلاص ما في مشكله. ايمتى تجيب المصاري؟ قال له بكره المصاري يكون عندك. قال خير ان شاء الله تمام. الشباب هذا يقول انا راحت عن بالي انه ما دقيت الجرس. والله ثاني يوم الصبح ما اجى، للظهر ما اجى، للعصر ما اجى. قال والله كان اروح عليه على البيت. يلا ركبوني على الكرسي يا شباب، ركبوه اخذوه على البيت. دق الجرس ولا طلع صاحب البيت. خيوبي شاب سوري ساكن بالبيت هون، وهو دلني على البيت. هذا قال له هذا بيتي. زلمة تركي. قال هذا بيتي وما في سوري هون ساكن. قال والله البارح جاء ووصلني. قال لا يا أخي غلطان. فهون عرف الشاب حاله انه انصب عليه ورجع. يقول رجعت على الدكان وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. المغزى من هالقصة يا شباب انه شوف سبحان الله، في ناس ايش قد لئيمة وش قد سيئة سبحان الله. يعني نفسه تدنى على مال هذا الفقير، هذا المسكين المشلول. يعني في أمراض والله لو تشوف حالته لا تصدق عليه. مشلول ومقعد بالأرض، مركب قسطرة بولية، صاير بسبب الجلوس الطويل صاير معه تمزقات بالجلد، جلده عم يتفسخ. وفوق هذا اجوا هذولا فوق شنو؟ سوريين. المصيبة انه سوريين، يعني تخيل. يعني سبحان الله شنو شنو القلب اللي بين ضلوعك انت ايش. والله الحيوانات ما تسويها. سبحان الله. يعني سبحان الله في سوريين طلعوا من سوريا من تحت القصف وتحت الدمار وتحت الذبح والقتل وما تعظم. لساتهم شغالين على الكذب وعلى النصب وعلى السرقة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم أنه يهينهم في حياة الدنيا والآخرة، وأنه يشافي هذا الشاب المسكين. فسبحان الله.